مجالس العلم ليس بالأمر السهل، تموت على خير يقبلكم الله عز وجل عليه. شابة كانت من أكبر الشابات العاصية لله جل وعلا، ما من معصية إلا وفيها، تخرج متبرجة، تخرج متعطرة، تخرج متبخرة، تخرج لابسة تلكم اللباس الشفاف، تخرج كاشفة عن وجهها، متبخرة بتلك النعال التي يسمع لها الصوت، بتلك ذلكم الخلخال. وكم من الأشياء تسخر بالصالحات. إذا رأت امرأة سلفية مجلببة تكاد أن تتقيأ، فضلا أن تنظر إليها، تسخر بالمستقيمين، هؤلاء المطاوعات، هؤلاء المطوعات إلى غير ذلك. كانت هذه الشابة لها صديقة مستقيمة سلفية طالبة علم تحبها، إلا أنها تسخر. ففي يوم من الأيام كانت هناك محاضرة في بعض مساجد السنة، فذهبت صديقتها هذه السلفية طالبة العلم إلى صديقتها هذه العاصية، فألحت عليها لابد أن تخرج معها المحاضرة وإلا يكون الفراق، وهي تحبها عظيما حبا عظيما. فبعد إلحاح شديد وافقت أن تخرج معها إلى المسجد. خرجت بزينتها، برائحتها، بتبرجها، بفخرها، بكبريائها في ذلك الوقت، حتى دخلت إلى المسجد. بدأ المحاضر يحاضر من مسجد الرجال إلى مسجد النساء عبر السماعة. بدأت المحاضرة، وتلك الشابة تلتفت يمنة ويسرى التفات السخرية والزراء والاستحقار لهؤلاء اللاتي يجتمعن في مثل هذا المجالس، هؤلاء المتشددات المتحجرات المضيقات على أنفسهن. بدأ المحاضر يحاضر، وبدأت المرأة يخف الالتفات، بدأ يعلو صوت المحاضر، بدأت تلك الشابة العاصية تسكن وتهدأ على صوت المحاضر، بدأ التأثر في جسم هذه الشابة، بدأ المحاضر أو ازداد صوته، بدأت قطرات الدموع تتساقط من هذه العاصية. اشتدت المحاضرة، اشتد بكاء هذه الشابة على صوتها، كلما ازدادت المحاضرة كلما ازداد البكاء والعويل والصراخ من هذه الشابة، حتى لا يسمع بكاء في مثل هذا المسجد، بكاء كأنها طفل تبكي بكاء شديدا، وكأن هناك من يضربها أو يعذبها أو يقطعها بالسكاكين. انتهت المحاضرة وما زال الصوت مرتفعا من هذه الشابة في بكائها. خرجنا النساء ينظرن إليها، اجتمعت جلست صديقتها بجوارها، واجتمعنا بعض النساء تحاول صديقتها أن تسكتها فأبت ولم تتلفظ معها وهي تبكي. خرجنا النساء لم يبقى إلا اليسير بجوارها، نطقت وقالت اخرج وأنا على هذه الهيئة ماذا أقول لله جل وعلا لو مت؟ ماذا أقول لله وأنا بهذا اللباس وأنا بهذه الرائحة وأنا متبرجة؟ ماذا أقول؟ فوالله لن أخرج من هذا المسجد حتى تعطينا من هذا اللباس التي تلبسن أنتم. فذهبت امرأة فأتت بجلباب لها وأعطتها وألبسنها، وما زال البكاء لم ينقطع. خرجنا معها من باب المسجد، صاحبتها قابضة لها بيدها، فما انقطعت خط الأسفلت فكت يدها منها، ثم ابتدأ صديقتها تقدمت، وهذه المرأة ما زالت تبكي، قطعت بعدها، فأتت السيارة في أشد السرعة فالتطمت بها ولا التقت أو ألقت في الأرض، ألقيت في الأرض صريعة. التفت صديقتها عدنا إليها يحملوها فإذا يا لها منيتة. انظروا مجلس واحد من مجالس أهل العلم، أين أولئك الحمقى الذين يمنعون نساءهم من العلم؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الكبر؟ ما هذا الذعر يا عباد الله؟ زوجة تتعلم، امرأة تتعلم حق الله، أو تظن أن الله جل وعلا ما خلقها إلا من أجل أن تصنع لك الطعام وتغسل لك الملابس وربما تخرج إلى مزرعتها؟ اتق الله، أنت ستفارقها اليوم أو غدا، ماذا ستقول لله؟ من النساء من لا تعرف تصلي، والله لا تعرف قراءة الفاتحة. من النساء من لا تعرف شرطا من شروط الصلاة، تقول أنا إذا نسيت في الصلاة أعيد الصلاة من جديد، وإذا نسيت ركعة تعيدها من جديد، وربما تصير تصلي طول اليوم وهي لا تعرف. أين الرجال؟ اتقوا الله، اتقوا الله بالنساء، اتقوا الله بالبنات، اتقوا الله بالأمهات. أنت أيها الأب أيها الزوج ما ستنفعها، فلا ترضى لها بالدون ولا ترضى لها بالعذاب، أنت ستفارقها. دع المرأة تتعلم ما لها عند الله جل وعلا، دع المرأة تتعلم شرع الله، أنت ستتخلى عنها، لن تنفعها إذا عذبها الله جل وعلا. واقترفت الشركيات
من النساء من تحلف بالأمانة، من النساء من تدعو الجن، من النساء من تذهب إلى السحرة، من النساء من تفعل الكبائر، من النساء من تفعل. أين الرجال؟ أين الرجال يا عباد الله؟ أين من يدعي حب زوجته؟ أليس لها حق؟ ينبغي لك أن تعلم زوجتك، لها حق أن تتعلم شرع الله جل وعلا مما كان من الود والاحترام والمودة والألفة. سيأتي اليوم تغادرها وكأنك تقول افعلي ما شئت في القبر. ماتت هذه المرأة العاصية وقطرات الدموع ما زالت تسكب من عينيه،